في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. لا يخفى على شريف علمكم ما وضعه الله تبارك وتعالى وودعه للعلماء من قدر كبير، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد اختصر مكانة العلماء رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. وقال سبحانه في القرآن الكريم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. العلماء هم الذين يأخذون بأيادي الناس إلى الخير وينجونهم ويبعدونهم عن الشر، هم سرج الهدى، يضيئون للناس الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هم المعنيين بقوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هم المعنيين بقوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لكن هؤلاء العلماء حينما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يواجهون صعوبات بين فئتين مهمتين في هذه الأمة: فئة الحكام وفئة العوام. فأما الحاكم فأما الحاكم إذا كان ظالما يريد أن يكون العالم بجانبه يعينه على الظلم، وأما العوام فبسبب جهلهم يريدون أن يدفعوا بالعلماء إلى الفتن وإلى المهاوي وإلى البلايا التي ربما لا يدركونها. ولذلك من أعظم الآيات في رفع مكانة العلماء قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهنا يؤكد لك أن أولي الأمر الحقيقيين هم العلماء ليسوا الحكام أبدا. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تفسر آية النساء بهذه الآية الكريمة، وكلتا الآيتين في النساء، أن الأمراء الحقيقيين هم العلماء، ولذلك هم الذين يرشدونك ويهيئون لك ويعلمون، وآتاهم الله عز وجل الحكمة. قال سبحانه: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي بيد العلماء وليس بيد الحكام. حكام قد يكون بعض الحكام منصفين فيهم العدل، ولا نستطيع أن نعمم على أن جميع حكام المسلمين ظلمة، حاشا وكلا. فمن الحكام من اصطفاهم الله عز وجل وجعلهم خير حاكم لخير أمة. ولكننا نحن نتكلم عن غالبية الحكام ونتكلم عن غالبية العوام، فهم يريدون للعلماء أن يسيروا حول أهوائهم. هذا هو موضوعنا اليوم الذي نطرحه على شيخنا وضيفنا الدائم الدكتور حسن سلمان بعنوان: العلماء ما بين رغبات الحكام وأهواء العوام. أهلا وسهلا شيخ حسن. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. العنوان هكذا يعني زخم أو زخم كما يقولون، فقدمت أنا بهذه المقدمة من أجل أن يعني نذكر الناس بمكانة العلماء، وكذلك كان ينبغي علي أيضا أن أذكر أهمية طاعة ولاة الأمور والحكام. فأترك الجزء الثاني لك لتبين لماذا الحاكم يطاع ولماذا الحاكم لا يعصى. وكنا قد تحدثنا عن الدرس الذي أوقفناه كل يوم السبت عن هذه الآية بالذات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولمن يكون الطاعة ولمن تكون الشرعية.
فالمجال بين يديك حتى تقيم بهذه المقدمة، ثم يكون الحوار إن شاء الله حول ما يعانونه العلماء من الضغط بين الجهتين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى عالج كل ما يحتاجه المسلم في حياته، سواء كان في علاقاته الخاصة أو في علاقاته العامة. وعندما نقصد بالعلاقات العامة علاقته مع المجتمع وعلاقته مع الحكام أو مع السلطة. والشريعة الإسلامية أولا أكدت على أن موضوع الحكم لله وحده، يعني قضية الحكم له سبحانه وتعالى، وقضية الأمر أيضا الأمر أمره، ألا له الخلق والأمر. يعني هذا من حيث المعتقد لا بد أن تكون الصورة واضحة، أنه لا أحد له الخلق ولا أحد له الأمر. وبالتالي نحن في هذه الأرض مستخلفون لله سبحانه وتعالى، والاستخلاف الشرعي المحمود هو الذي يكون بأمر الله. وبالتالي هنا ستلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى يقول له الحكم وله الأمر وله القضاء وله كذا وله الملك جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. هذا على مستوى التصور لا بد أن يكون المسلم مدرك بأن والله في هذا الوجود الأمر أمر الله والملك ملكه والخلق خلقه وهكذا. طيب، جعل الله سبحانه وتعالى الرسل هم الذين يقودون البشرية. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. فكان الرسول في السابق يجمع بين الرسالة والسياسة. جميل. يجمع البلاغ ويجمع حاكمية الكتاب، وفي نفس الوقت هو الذي ينزل هذا الأمر الشرعي، ينزله على الواقع فيسوس الناس بأمر الله سبحانه. جميل. لما جاء الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قاد النبي بذات الطريقة، كان مصطفى من الله ومختار منه ورسول، فخضع المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. جميل. طيب، جميل. كيف يكون الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الأمر هنا سبحان الله في الشريعة ارتبط بقاعدتين أساسيتين. الأمر الأول حاكمية الشريعة، يظل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة موجودة. جميل. الكتاب موجود. جميل. إذن كل المسلمين يخضعون لحاكمية الكتاب. هذا الركن الأول. جميل. الركن الثاني أنهم يقيمون ولايتهم السياسية أو الولاية التي تتعلق بالحكم والسلطة والقضاء، يقيمونها على أساس الاختيار بينهم بقوله وأمرهم شورى بينهم. جميل. إذن هنا تكون الصورة واضحة. عندنا حاكمية الكتاب، وهنا الكتاب عندما نتكلم له كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيخضع له هنا العامة والخاصة، ويخضع له الحكام والمحكومين. إذن هنا عندنا مسألة الشريعة والتشريع لا أحد يتألى على الآخر، أي لا يمكن أن يكون شخص يقوم مقام الرب في التشريع، فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى من حيث التشريع. من حيث السلطة والقيادة فإنه لا يتصدر المسلمين إلا من يختارونه. هذه مسألة أيضا تكون واضحة. ولذلك إذا تم الأمر على هاتين القاعدتين، قاعدة قيام السلطة على شريعة الله، السلطة هنا السلطة والمجتمع تقوم على قاعدة الشريعة والاحتكام إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الذي وليناه علينا كان بأمر الله سبحانه وتعالى، حينها يترتب أيضا أمرين أساسيين: طاعة هذا الذي اخترناه، ونصرته وتأييده ومناصحته، والشد على يديه إذا رأيناه قد أخطأ. وبالتالي هكذا تتكامل الصورة فيما يتعلق بولاة الأمر. لكن مع مرور الوقت أو مع تراجع حالة العلم، يعني في البدايات كان الذي يرث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين أمرين: يجمع العلم والقيادة في نفس الوقت، يجمع السياسة والعلم، يجمع العسكرية والعلم. فهو كان وارث النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهو الذي يؤم الناس في صلاتهم، وهو الذي يخوض بهم يقود جيوشهم، وهو الذي يقضي بينهم أو ينيب عنهم على كل. لكن مع الوقت حصل نوع من الانفصام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان فلا تفارقوا القرآن. فظهر في التاريخ الإسلامي ما يعرف بأهل السياسة وأهل العلم. هذا الانفصام أدى إلى ما نسميه بصراع الشرعية. لمن الأمر؟ عندما يكون والله الذي يقود المسلمين هو المجتهد، طاعته لا نزاع فيها. نعم.
لأن هذا قائم بأمر الله فينا، نطيعه ما دمنا قد اخترناه بشورانا، لا ننازعه أمره ولا نخرج عليه ولا نتمرد عليه، كل هذا ممنوع. نناصحه، نناصره، نؤيده، نقف معه. لكن هب أنه انفصل عن الكتاب، هنا تأتي الإشكالية. هنا إذا كان والله ما يأتي به، إذا كان ما يأتي به من أعمال مشروعة يطاع فيما أطاع الله فيه. إن لم يأتي بأعمال مشروعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه القواعد الأساسية. هذه القواعد الأساسية. تمام. طيب هب أننا حصل بيننا نزاع بين الشعب وبين القيادة السياسية. نعم. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. هذه الآية سبحان الله، آية النساء، حددت: وإذا حكمتم بين الناس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إلى قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. ثم فإن تنازعتم فيه. هذه حسمت لنا كيف تؤدى الأمانات إلى أهلها، من حيث أنها من يقودنا بالشورى، ومن يولي علينا بعد ذلك يولي علينا كذلك الأكفاء. ثم إذا حكم بيننا سواء في القضاء أو في الأموال يحكم بيننا بالعدل، ثم يلزمنا بعد ذلك طاعة هذا الشخص الذي وليناه الأمر. إذا حصل خلاف بيننا وبينه في أي مسألة من المسائل فإن السلطة فيها لما نسميه نحن الآن بمسألة فإن تنازعتم في شيء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه. فالرد هنا يكون لأهل العلم. ولذلك كما تفضلت السلطة الحقيقية والولاية الحقيقية هي لأهل العلم. لماذا؟ لأنهم حملة الكتاب. جميل. ولأنهم هم الذين يخبرون بالأحكام. في حالة أن هذا الحاكم عالم بالشريعة فإن الكل خلفه من علماء وعوام، في حالة أنه مجتهد وأنه عالم ويصنف بأنه. لكن في حالة أنه ليس بعالم فإنه يجب عليه في كل شؤونه المحتاجة إلى الحكم الشرعي أن يرجع إلى أهل العلم، وبالتالي نكون بذلك قد جمعنا بين العلماء والأمراء. طيب جميل شيخ حسن، جزاكم الله خير على هذا البيان ووضحتموه لنا فيما يتعلق بالحكم. العالم مطلوب منه كما علمه الله عز وجل أن ينطق بالحق. نعم. وهو يعني عليه وعيد شديد إذا لم ينطق بالحق. قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لو تحدثنا عن الواجب المنوط بالعالم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. حول هذا لو تحدثنا وعلقنا عليه بحيث يكون مدخل لنا لننطلق بعد ذلك ما الذي سيحدث للعالم الذي ينطق بكلمة الحق. حتى ذلك أيضا سيؤدي بنا إلى الحديث للحاكم الظالم الذي يقمع ويقتل. فالآن ما الواجب على العلماء؟ وأعظم الواجبات بالنسبة للعالم أو للعلماء هو قضية البيان والبلاغة. هذا يعني مهمة العالم أنه يبين حكم الله، سواء كان حكم الله تعليما أو حكم الله دعوة أو حكم الله إرشادا أو حكم الله قضاء أو حكم الله في الفتية. هو بالنسبة للعالم مهمته أن يقول هذا حكم الله في المسألة. أي كتمان لما يراه أنه هذا حكم الله، يعني هو ليس مطالب هنا بطبيعة الحال أن يرضي أي طرف من الأطراف. مهمته هو الكشف عن حكم الله. إما أن يكون هذا الحكم ظاهر فما عليه إلا يبلغه، كأن يقول الصلاة واجبة والزنا حرام، هذه أحكام يبلغها للناس والناس أيضا يعرفون أحكامهم. لكن العالم أحيانا محتاج إلى أن ينظر في المسائل الخفية وفي النوازل. هنا تأتي قضية الاجتهاد، وأنه لا بد في اجتهاده ألا يراعي أي طرف من الأطراف، لا يهمه إلا الكشف عن حكم الله. فإذا تبين له حكم الله في المسألة نطق به، سواء رضي الحاكم أو لم يرضى الحاكم، رضيت الأمة أو لم ترضى الأمة، ليس هذا شأن. ولذلك سبحان الله كما تفضلت، يعني حرصت الشريعة ألا تجعل للعالم أي شكل من أشكال الضغوط، أي شكل من أشكال الضغوط. ولذلك كان العالم في تاريخ الأمة مستقل حتى في أغراضه المالية، بحيث لا يقال إنه والله مؤثر عليه ماليا. جميل.
أو أنه والله موظف، أو أنه عالم دولة، أو أنه عالم سلطة. هذه القضايا التي نسمعها كثيرا لم تكن في تاريخ الإسلام مشتهرة بهذا. لماذا؟ لأن العالم كان فوق الأمة وفوق السلطة بحكمه، بما يقوله من أحكام. يقول كلمة الله للحكام ويقول كلمة الله للشعوب. لتبيننه للناس، الناس هنا الاثنين، حاكم ومحكوم، ولا تكتمونه. فإن كتموا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هل يعذر العالم بكتمان الحق إذا كان الحاكم ظالما؟ سيبطش به، سيسجنه، سيقتله. هل يعذر العالم بالكتمان؟ هو هنا حقيقة المسألة فيها تفصيل، يعني قضية أنه هو لا يعذر في حالة قوله الباطل. العالم إذا تعين عليه أنه والله خلاص لم يعد أمام الأمة إلا هذا الذي، لأنه في فرق بين الفرض الكفائي الذي يمكن أن تقوله أنت ويقوله غيرك، وبين أن المسألة تتعين عليك. جميل. إذن لا يعذر أن يقول الباطل. لا يعذر أن يقول باطل، لكنه طيب. قد يعذر أن يسكت عن الحق نتيجة الخوف. هنا فرق. بعض الناس يظن بأنه الصمت، كثير يصمت. أين تفسر قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا؟ هو على كل هذه المسألة زي ما قلت لك، يعني وضعية العالم. يعني مثلا أحمد بن حنبل كان هنالك من العلماء من هم أعلم منه وأقدم منه ولكنهم سكتوا. أحمد بن حنبل رأى بأنه الأمر تعين عليه، فقال إن سكت أنا تحولت الملة. فكان ينظر إلى أن هذه اللحظة ليست لحظة الأخذ بالرخصة. ولا شك أن السكوت هو مرتبة ضعيفة من المراتب، هي مرتبة ضعيفة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه من لم يستطع. على كل إذا كان، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف. إذا كان العالم له تقديرات معينة، له اجتهاد معين، يرى بأن والله الدين محفوظ، نطق به هو أو لم ينطق، قد يكون الصمت هنا بالنسبة له أو كتمانه لأن ينجو بنفسه قد يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى، يعني في هذا الجانب. لكن الأصل بالنسبة للعالم في كل الأحوال كما قال الله سبحانه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ده الأصل، وده الذي ينبغي أن تكون عليه الحالة بشكل عام. يوم القيامة يؤتى بالعالم فيقال له لماذا سكت عن الموقف الفلاني. كيف نفسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة؟ لا، سيد الشهداء من قال كلمة حق عند سلطان جائر. نعم، جامع الحديث بين حمزة وبين سيد الشهداء حمزة ورجل قام نعم. إلى إمام جائر. طيب. نعم. فهو سبحان الله ملحق بحمزة رضي الله عنه. سيد الشهداء في الإسلام حمزة ورجل قام إلى إمام جائر. فإذا كان هذا الرجل فهو مع حمزة يعني. أي هو مقام، هذا مقام عظيم جدا، وهو لا يتطلع إليه إلا من أوتي عزما. يعني ليس مقام رخصة بطبيعة الحال. المقام مقام عزيمة، والمقام مقام تبليغ، والمقام مقام بيان. من استطاع على كل أن يذهب إلى هذه الرتبة فهي رتبة أولي العزم طبيعة الحال. طيب، الحقيقة هذا الموضوع موضوع مهم جدا يا شيخ حسن. إذا تبين للعالم أنه لو قال حقا سيعتقل، هل تجب عليه الهجرة؟ وعلى كل موضوع التقديرات، يعني آية قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم النار وساءت مصيرا. هذه الآية تعني من شيخ حسن؟ تعني أي مستضعف غير قادر على إعلان دينه والقيام بواجباته والقيام بتكاليفه، وخاصة التكاليف الواجبة كأن يؤدي الصلاة وأن يؤدي الصيام وأن يؤدي الزكاة وأن يقوم بالحج، وأن يقرأ القرآن الكريم وأن يجتنب المحرمات. الذي لا يستطيع أن يقوم بهذا الحد الأدنى من الواجبات وترك المحرمات لا حجة له في البقاء في دار لا يستطيع أن يظهر فيها دينه أو أن يقوم فيها كلمته. وبالتالي هنا العالم
هنا نحن الآن نتكلم عن قضية العالم. إذا رأى العالم بأنه والله لا مقام له في هذا المجتمع، وأن كلمته غير مسموعة، وأنه غير مؤثر، وأن وجوده في هذا المجتمع ربما يعني يزيد الأمر سوءا، هنا يجب عليه أن يهاجر. لكن العالم أحيانا قد تكون له تقديراته أيضا، حتى نحن لا نعمم في المواضيع. أحيانا يشعر العالم بأنه والله صحيح على مستوى السلطة ما مش قادر يغير وغير قادر أن يؤثر، ولكن وجوده قد يحافظ على شيء من أمور الدين للعامة وعموم الناس. وإذا خرج سيترتب في أنه والله تنطفئ أنوار الهداية في كل المجتمع. فأحيانا قد يكون بقاؤه لحالة معينة هو الأنفع للناس بدل أن يخرج ويهاجر. نعم. جميل. لكن أحيانا إذا كان بقاؤه يؤكد أن ما يقوم به الحاكم الظالم صحيح، يعني العالم يأخذ برخصة السكوت عن الباطل، ويبقى وببقائه يؤكد أن هذا الباطل مسموح به في الشريعة. هذه الحالة بالذات بهذا التصور، كما يقولون انظر إلى العلماء هم ساكتين، لم يتكلم أحد، لم ينكر أحد، والحاكم الظالم ينشر يعني فساده بمن يؤيده من أهل العلم الذين هم ما يسمونه بعلماء السلطان. سوف نعود إليهم. هذه الجزئية بالذات لو يقوم شخصكم الكريم بشرحها بشكل أوسع. أحسنت. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية يعني، وأن لا يبتلينا ولا يضعنا في أي موطن يكون فيه والعياذ بالله الإنسان تنتهك حرمات الله ويحارب دين الله سبحانه وتعالى وهو ينسب إلى العلم ولا يستطيع أن يقول شيئا. في أقل أحواله سيكون آثما، أقل أحواله أنه سيكون آثم عن عدم قيامه بأمره، لأن غاية العالم هو يقول الكلمة، والمجاهد أن يجاهد في سبيل الله. فإذا كان هذا العالم يرى المنكر ولا ينكره، ويرى الباطل ويسكت عنه، وخصوصا أن تتواطأ فئة علمية كاملة في بلد ولا يقوم هنالك أي شخص بأداء هذا الواجب، إذا كان قام شخص من الأشخاص بأداء الواجب فقد أدى فرض الكفاية وحمل على الأقل هذا الفرض عن البقية. لكن إذا كان هنالك صمت كامل عن المنكرات ولم يوجد من يقوم بفرض الكفاية وبما يندفع به الباطل، فرض الكفاية ليست فقط الكلمة فقط، يجب أن يغير المنكر بما يندفع به. إذا قام شخص أدى الكلمة ولكنه لم يؤدي إلى تغيير المنكر فإن الدائرة تتسع لمن بعده. يجب أن يتوسع دائرة العلماء الذين يقفون وينحازون مع هذه الكلمة حتى يتم تغييره، حتى تغييره. لكن إذا فرضنا أنه تواطأ الجميع على الصمت هذه إثم بلا شك، يأثم هل وحينها كما تفضلت يخرج من داء. للأسف الشديد كثير من العلماء أسرى الحالة القطرية والوطنية، يعني هو لا يريد أن يخرج عن وطنه، يقول لك والله لما تبقى؟ ما أوسع ديار الإسلام وما أوسع ديار اليوم، الأرض واسعة. ثم سبحان الله يضيع عمره وهو ما شاء الله من ربما من أهل الاختصاص النادر، يضيع عمره بين سجون الطاغية وما بين حبس الطاغية حتى خارج السجون في إطار بيته بحيث لا يستطيع أن يؤدي كلمة الله. حينها لما تجلس؟ لما بعض الحكام يمنع خروج بعض العلماء من بلدانهم؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل حماية المنكر يؤدي إلى استحلاله؟ يعني الحاكم الظالم والسلطات الظالمة قد تحمي منكرا معينا دون أن نحدد أي دولة من الدول. هل هذا يؤدي إلى استحلالها أم هي كبيرة من كبائر الذنوب؟ نعم. هو لما يمنع الحاكم خروج العالم هو دائما يخشى من كلمة العالم سواء داخل أرضه أو خارجه، وهو يدرك أنه إذا خرج من بلده وهو ينتسب إلى هذا البلد فمعنى ذلك أنه غاضب وأنه سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستغل الوسائل الإعلامية، وبالتالي سيزعجه يعمل له إزعاج من الخارج. فحينها هو يرى حبسه وعدم إخراجه، وبالتالي هو يملك جوازه ويملك إقامته ويملك جنسيته فيحبسه فيه. في السابق سبحان الله كانت الحالة في الأمة الإسلامية إذا ضاقت بعالم بلد من البلدان يخرج البلد آخر، ولذلك تلاحظ مثلا كثير من العلماء من المغرب العربي مثلا يذهبون إلى مصر، من مصر يذهبون إلى الشام، من الشام يذهبون إلى الحجاز، كانوا يتنقلون
ولا يؤثر فيهم هذا الانتقال، بل كانوا يرون بأنهم هم يتحركون في أرض الإسلام. لكن اليوم تقريبا طبيعة الدولة القطرية جعلت الناس عبارة عن أسرى وحبيسي هذه السجون التي نسميها نحن بالأوطان، ويشعر أنه إذا خرج ربما تكون أوضاعه المتعلقة بإجراءات القانونية ربما تكون أسوأ من أن يكون في داخل بلده. في بلادنا إريتريا هناك جهات مسؤولة بمسمى دار الإفتاء أو بمسمى دار الأوقاف، وفيها علماء. ما موقف هؤلاء من النظام الذي نحن نعتبره نظاما ظالما قامعا مانعا لانتشار الخير في إريتريا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هناك أيضا علماء آخرين متواجدين في المساجد وخريجين الجامعات الإسلامية، وهم أيضا يعني ما الواجب عليهم تجاه ما يحدث في إريتريا من منكرات كبيرة جدا، وهي ما نراه اليوم من استئصال الإسلام والمسلمين في إريتريا. فهذان عالمان يعني حقيقة نريد أن نسمع رأيكم فيهما. وعلى كل كما تفضلت هنالك من الدعاة والعلماء من هم يوالون النظام موالاة كاملة، بل ربما والعياذ بالله يتواطؤون على بعض إخوانهم، يرفعون عليهم تقارير، ربما يتسببون حتى في اعتقال بعض الدعاة. هؤلاء والنظام سواء، يعني هؤلاء والنظام سواء، هذا والنظام سواء. ما يعني حكمهم شيخنا؟ الذي يوالي النظام ويعادي الدعاة ويعادي المسلمين ويرفع التقارير فإنه منهم. حكم النظام معروف، ومن يتولهم منكم فإنهم منهم. لا يعذر من يقوم في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الرسمية إلا في حالة أنه فقط يريد أن يؤدي ما يمكن أداؤه من الدين، هنا قد يعذر. يعني هو يرى أن والله سيؤدي النصح، سيؤدي للمسلمين، دون أن يكون له أي يد في أنه والله يعتقل داعية أو يسجن إمام أو يرفع تقارير للسلطة الأمنية عن الناس. فإن أي شكل من أشكال الموالاة للسلطة بما يضر المسلمين فهنت بين أمرين، بين والعياذ بالله أن يكون له ينطبق فيه قول الله تعالى ومن يتولهم، والتولي هو الكفر، يعني التولي بهذا المعنى هو الكفر، أو يكون مرتكب كبيرة من الكبائر على قولين كما ذكر ذلك العلامة الطبري في هذه الآية. يعني أنت بين كبيرة من الكبائر وبين والعياذ بالله هذا. لكن الذي يكون مثلا والله يا أخي يرى أنه وجوده يخدم الدعوة، يخدم الإسلام، يخفف شيء من المنكرات، يعزز شيء من وجود المسلمين في داخل البلد، هنا قد يعذر وقد يكون إن شاء الله مأجورا. كلما استطاع الإنسان أن يقترب من المجتمع ويبتعد عن السلطة وتأثيرها عليه ربما كان نفعه أفضل وأكبر لكثير من الناس. جميل هذا التقسيم شيخ حسن. ما موقف بقية العلماء الذين يتواجدون في إريتريا وحجتهم أن النظام يقمع ويسجن، فبالتالي يكتفي ببعض الأمور الدعوية التي يقوم بها ويصلي ويصوم، ولكنه ليس له أثر في تغيير النظام؟ والله نحن حاليا طبعا من الصعب أن نكلفهم ما لا يطيقون، وفي بعض المحطات أنت قد تكون بحاجة إلى ما يعرف بالحفاظ على التدين الشعائري التعبد الذي يظهر معه المسلم بهويته. بمعنى بعض الناس إنه والله ماسك خلوة يعمل على تحفيظ أبناء المسلمين القرآن الكريم، ليس له القدرة أن يناطح السلطة السياسية، نقول له إن شاء الله أنت مأجور. شخص آخر عنده درس في المسجد، يأتيه الناس في داخل مسجده فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس، نقول له جزاك الله خير على ما تفعل. شخص آخر يقوم بعملية النصح في أوساط الدعاة ويقول لهم يا أخواننا ضروري أن نقوم بالدعوة وبأن نقوم بالتعليم وأن نربي أبنائنا ويحرض الناس. هذا أيضا بإذن الله عز وجل معذور عند الله سبحانه وتعالى. شخص آخر ربما يجرؤ أكثر من ذلك فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في المنكرات الظاهرة التي يراها والله لا يمكن السكوت عليها، وهنا يتوقف الأمر على أنه والله فعلا هل أوجد على الأقل حاضنة تستطيع أن تتبنى معه الأمر أم لا، يقول له والله جزاك الله خير. فنحن في مرحلة محتاجين فيها إلى أي مسلم من المسلمين يستطيع أن يقول كلمة من الكلمات وهنا لا أقتصر فقط، نحن صحيح الحلقة عن الدعاة وعن العلماء، لكن هنا الأمر أمر أي مسلم. أحسنت. أي مسلم عنده مجال أن يقول كلمة الحق
وأن يعزز الهوية الإسلامية وأن يفتح الفرصة للمسلمين في أن يقوموا بواجباتهم الدينية، فنقول له جزاك الله خير، وهذا واجب، سواء كان في معسكرات، سواء كان ذلك في الشوارع، سواء كان في المساجد، سواء في الوزارات، هذا واجب. يعني مثلا يحكي واحد من الإخوة في وزارة الإعلام في يوم من الأيام أو وزارة من الوزارات منعوا الصلاة، فاحتجت المجموعة المسلمة قالوا له ما في، لا تذهبوا إلى الصلاة في الجامع، نعم، ولا تجتمعوا لها داخل الوزارة. لاحظ، فصار الناس في مشكلة. ففي النهاية لما رفضت المجموعة على كل تركوهم أن يصلي كلنا على حدة، فعلى الأقل المقاومة تنتج إيه؟ تنتج فعل. نعم. لكن لو أنهم قالوا والله ما الذي يمنعنا أن نصلي سويا، ربما أيضا تأتي محطة من المحطات أن يقول والله نحن ما أجبرنا أحد على ديننا، ولكن نحن كمسلمين عندنا أوقات 5 نصليها جماعة. لكن قضية الصلاة بما أثرتها شيخ حسن، نعم، هل دار الإفتاء يعذرون في سكوتهم على عدم الصلاة في داخل المعسكرات؟ يعني المعسكرات ساوى معسكرات الجيش الإريتري لا يصلون، ومن صلى فإنه يعاقب. سكوت هذه الدار، أولا هل هم فعلا ساكتين؟ نحن ما عندنا حقيقة التقارير التي تثبت على أنهم ساكتين. الظاهر لنا أن هناك سكوت، ما في أي إنكار لهذا الموضوع ولا في أي محاولات من قبل دار الإفتاء. فما حكم إذن سكوتهم على هذه الشعيرة العظيمة، بالإضافة إلى شعيرة أيضا الذبح بغير اسم الله تبارك وتعالى، ثم كذلك السكوت على إجبار الفتيات، وهذا عندنا منكر في الإسلام. يعني هذه القضايا العامة والشعائر الواضحة الكبرى، لماذا دار الإفتاء ساكتين فيها في إريتريا؟ هو طبعا دار الإفتاء برضه أنت ما تنسى، يعني هم جزء من الحالة العلمانية السائدة في البلد. هم يعني يتصورون بأن مهمتهم ووظيفتهم ذات الطابع الروحي المحض، وليست لها علاقة بسياسات الدولة ومواقفها. الصلاة هي قمة. ما أقول لك، هي لابد أن يتحرروا أول من نظرتهم لطبيعة دورهم. فهم دورهم الآن كما تفضلت هذه مسألة روحية مباشرة، حتى قضية الصلاة ليست قضية سياسية مثلا. وهنا يفترض أن لا يسكتوا عن هذا الواجب، ويبينوا للحكومة بأن والله المسلم الذي لا يصلي 5 صلوات في أوقاتها لا يعد عند كثير من المذاهب مسلمة، أو أنك والله قاعد تدخله في محطة فيها إكراه، والإكراه هو الفتنة التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون هنالك إكراه على مسلم في أن يتنازل عن دينه. فهي يجب عليهم على كل، نحن ما بنعرف زي ما تفضلت انه والله بذلوا ما بذلوا، لكن يجب عليهم انه هذه القضايا يتم تناولها، يرفع بها المذكرات، يبين بها للحكومة بان والله المسلم من حقه ان يصلي، الفتاة من حقها ان لا يتم التعرض لها. كل هذه القضايا يفترض ان ترفع ويتم التعامل، يتم إشعار السلطات بها، وألا يصمت عنها، لأن الصمت عنها قد يدل على أن والله المسلمين راضين. ويمكن واحدة من المشاكل للأسف الشديد مرت علينا في إريتريا أيضا بنوع من السذاجة السياسية والسذاجة والبساطة، اللي هو لما سألوا المفتي السابق عليه رحمة الله، لما سألوه عن يوم الجمعة أنتم تحتاجون إجازة ولا ما تحتاجون؟ قال والله نحتاج 2 لصلاة الجمعة وخلاص. هو ما نظر إليها بأن مسألة العطلة الرسمية في البلد لها علاقة بهوية الدولة. فصاروا الجماعة أخذوا يوم الأحد ويوم السبت وتركوا قضية إيه؟ قضية الجماعة. لكن لو كان يدرك بأن المسألة هذه لها علاقة بهوية الدولة، أن الدولة فيها أنت أكثر من 50-60% من المكون المسلم، ولم تراعيه في العطلة إيه؟ في العطلة الرسمية. لو كان يدرك أبعاد هذه المسألة ولم ينظر إليها فقط من الزاوية الفقهية بأنه والله نحن ما عندنا مشكلة بس إذا أعطيتونا صلاة الجمعة، لكان الأمر اليوم ربما يعني اختلف بعض الشيء في أنه والله المسلمين أيضا يتشبثون بعطلتهم، يوم الجمعة، يقولون نريد أن حتى تعبر عن هوية هذا المكون. يعني أخيرا، ما هي نصيحتكم للعلماء الذين ينطقون بكلمة الحق ولا يخشون إلا الله؟ والله هؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يعينهم، وهؤلاء طبعا هم منارات الهدى، وهم الشموع التي ربما تحترق لتضيء الطريق للآخرين، وهؤلاء أجرهم على الله سبحانه وتعالى، وهم الذين إن شاء الله ترفع بهم رايات الأمة، وهم الذين يدفع الله بهم أيضا العذاب عن الأمة، لأن الأمة التي تسكت عن المنكرات يعمهم العذاب، لكن الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم براية الحق، فإنها إذا قامت حتى مجموعة وبعض الأشخاص قاموا، فإنهم يدفعون الشر
والعذاب عن هذه الأمة. وهذا الذي يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مرفوعا في الدنيا ومرفوع كذلك في الآخرة. واليوم تقريبا معظم العلماء الذين يذكرون ويعتبرون شامات في المجتمع تلاحظ أنهم قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر إلى أحمد بن حنبل، انظر إلى الإمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، شيخ الإسلام تيمية، العز بن عبد السلام، كل هؤلاء تلاحظ بأنهم قاموا مع العلم بمقاومة السلطة الظالمة، بمقاومة العدو المحتل، بمقاومة الاستبداد السياسي، فأدى بهم إلى أن يكونوا اليوم تقريبا تنظر إليهم الأمة بأن هؤلاء هم القدوة وهم الأسوة. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين العلم والعمل. شكرا فضيلة الشيخ بن سلمان. مشاهدينا الكرام، أيضا الشكر موصول لكم، ونسأل الله تعالى أن يحفظ علماءنا وأن يرزقهم الإخلاص والصدق والقوة والصدع بكلمة الحق، وأن يجعلهم من الذين يعني يقولون بالحق وبه يعدلون، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة